في بني ادم بقاله سنه 2 3 7 8 مش كان موجود في حياتي وفجاه ما بقاش موجود. دي بتدغدغ الست. في 3 مشاعر في الجمله اللي قلتيها دي. 3 مشاعر مسيطرين، كل واحده فيهم تحتيها بلاوي سودا. اول شعور الفقد، تاني شعور الحيره، تالت شعور الغضب. واحده واحده خدهم كده. الفقد، في فقد لحاجات انا كنت واخداها حلوه مبسوطه بيها، او فقد للامل بتاع ان انا كنت هاخدها. من اكتر الحاجات اللي بتوجع فقد الامل ده، فقد ان انا كنت هو الشخص ده انا شايفاه هيبقى شريك حياتي وجوزي وهنفرح وهنعيش في تبات ونبات وكل الحاجات الحلوه دي. فكره الامل دي على فكره موجعه جدا، عشان كده ممكن تقعد بس شهر واحد وتلاقيها موجوعه جدا وتبقى مش فاهمه وانا ليه موجوعه، بس احنا بقالنا شهر. هو اصلا هو وحش، او انا اكتشفت ان هو في صفه وحشه جدا. فالاحساس بتاع الفقد، سواء حاجه انا واخداها او الامل اني هاخدها، ده مؤذي جدا وبيوجع جدا جدا جدا. وحتى في الكتب كده لما يجوا يعرفوا الجريفنج اللي هو الوجع الانفصال، يقولوا انه كسر الباترن بتاع حاجه متعود عليها. يعني فكره التعود لوحدها صحيح دي، لان واحد قاتله، لان اساسا واحد ممكن يزعل الماج بتاعه اللي بيشرب فيه الكوفي اتكسر. صح. ففكره التعود دي جزء كبير. فالفكره في الاغلب مش ملهاش علاقه بالشخص، بدليل بتبقى عارفه ان هو وحش وعارفه ان هو خاين وهو كل لا، بس انا فقدت حاجات ليها علاقه بالحته دي. السؤال الثاني بقى والشعور الثاني بتاع الحيره بتاعت هو كان بيكذب عليا ولا ايه؟ ومعقول انا هنت عليه؟ ومعقوله هيبقى مع واحده غيري؟ طب لو هو ما كانش بيخاف فعلا من الاختلاف؟ عادي يا حبيبتي، عادي والله العظيم 3 عادي والله. فالحيره دي، الشعور ده من اسوأ المشاعر، فكره الحيره، مش فاهمه هو ليه بيعمل كده. والسؤال بتاع هو انا ما استاهلش حد كويس؟ والسؤال بتاع هو انا مش مآمن ان هو يجي يتقدم لي؟ والسؤال بتاع هو انا مش هحب تاني؟ او كل الناس كده؟ لان بتبدا بقى المشكله وانا خارج من العلاقه دي ما بقاش خارج كده.